السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد الدين، وبعد غياب 6-7 شهور رجعت لكم بحاجة تقيلة، رجعت لكم بالمرسيدس الإي 200، العربية اللي معانا النهاردة من العربيات اللي ناجحة أوي، ناجحة بره مصر وناجحة جوه مصر كمان. العربية دي لقبها هنا في مصر الدبليو 211 ايفنت جارد اللي أعلى فئة اللي معانا النهاردة. العربية دي جاية على فكرة من ألمانيا، الشكل اللي كان قبلها 210 اللي هو كان العيون. العربيه دي برضه عيون زي ما انتم شايفين كده، العربيه دي جايه باربع كشافين هنا وكشافين هنا عيون برضه، ولكن جايه مسحوبه زي ما انتم شايفين كده في سحبه عكس الشكل اللي قبليه. العربيه الشكل اللي فات كان شكلها واقف قوي، اللي هو بالذات الشكل اللي هو كان عندنا مسمى في مصر اللي كان مسمى عيون. العربيه دي بدات من اول سنه 2003 لسنه 2009، وفي سنه 2006 حصل فيس ليفت على العربيه. ايه الفيس ليفت؟ طبعا الشبكه دي اتغيرت، الشبكه الاول كانت قصيره كده وكانت جايه قطش من قدام، والاكسدامات اتغيرت، وشويه تعديلات بسيطه اتغيرت في العربيه، وطبعا حصل تغيير في الموتور وفي الفتيس لما افتح الموتور واقول لكم عليه. طبعا لو جينا الاضاءه، اضاءه العربيه، الاضاءه دي بايزونات بتاعت العربيه. وطبعا لو جينا العربيه الشكل بتاعها شكل جميل قوي وشكل عصري، يعني العربيه الصراحه شكل فخم قوي من الاخر. العربيه طبعا فيها هويتين عشان هو الموتور، والجنط اللي جاي في العربيه دي جنط 17، وهنا حطيت لك بخاخ للفوانيس عشان لو الفوانيس متوسخه او اي حاجه العربيه الفوانيس بتاعتها تنضف مره واحده. تعالوا بينا عشان نشوف شكل العربيه من الجنب. جنب العربيه زي ما انتم شايفين العربيه طولها طويل جدا، يعني طول العربيه طويله، عربيه طويله. وطبعا زي ما انتم شايفين ده الجنط ال 17. العربيه دي في الموديلات القديمه كانت بتنزل اللي هو من 2003 لسنه 2006، والفئات الاولى كانت بتنزل بالجنط 16، والشكل بتاعه ما كانش احسن حاجه. الجنط ال 17 ده الصراحه شكله مميز وشكل عصري. المقاس الكوتش بالجنط 245 على 45 مقاس 17. طبعا نيجي طبعا لجنب العربيه، الميلاد ده برضه اتغير برضه من اول سنه 2006، والصراحه شكل العربيه شكلها شيك قوي من جنب. العربيه طويله جدا، وزي ما انتم شايفين كده العربيه السقف بتاعها جاي مسحوب على ورا، والعربيه دي فيها فتحه سقف، وطبعا الازاز بتاعها زي ما انتم قرش. العربيه الازاز بتاعها جايه طبعا كلها في ستاير، والازاز بتاعها في سنه فوميه كده خفيفه. لو جينا برضه العربيه من ورا، العربيه من ورا كانوا فرحانين قوي بكلمه كومبرسور دي، كانوا بيقعدوا يكتبوها على كل العربيات بتاعت مرسيدس. وزي ما انتم شايفين كده الاضاءه بتاعتها اللي هي من ورا دي، وعلامه مرسيدس هنا، والام 200 طبعا. العربيه الفوانيس بتاعتها زي ما انتم ملاحظين كده الاحمر ده جاي على حرف الاي، ان طبعا والسي الشكل اللي هو بتاع السي برضه كان بيعملوا الفوانيس هنا على حرف السي، فهم كانوا عندهم حته ديتيلز كده كانت مميزه قوي في العربيه. دي كانت شنطه العربيه زي ما انتم شايفين كده، شنطه العربيه كبيره قوي، يعني بس ما شاء الله غويطه قوي لجوه. شنطه العربيه دي المقاس بتاعها 550 لتر، ودي طبعا حاجه كبيره جدا. لو جينا برضو العربيه برضو فيها من ورا حساسات ركنه خلفيه. وبرضو اول حاجه الباب بتاع العربيه تقيل. ولو جينا بقى الخامات بتاعت العربيه دي في الفتره دي كويسه جدا. احب اقول لكم حاجه بس توضيح كده، العربيات من 200 دلوقتي السي 180 وال 200 دلوقتي الخامات بتاعتهم مش زي طبعا بتاعت زمان. طبعا الاس طبعا من زمان لحد دلوقتي خاماتها لسه كويسه، ولكن تعالى شوف دلوقتي هنا كل ده جلد، هنا قماش، كل ده جلد، والجلد محترم مش اي جلد وخلاص. حتى هنا ده متبطن كده بطبقه كده مش عشان ما يخلكش شكله بلاستيك وشكله غبي. وطبعا الاكره اللي كلها نيكل، وهنا العربيه طبعا فيها خط نيكل برضو كده، والابانوس اللي هنا متطعم. طبعا العربيه هنا حاطين فيها تويتر عشان اعلى فئه، ولكن العربيه دي في الفئات الاولى بيحط لك هنا طفايه. جيت العربيه طبعا قاعدة العجلات بتاعت العربية دي 2 متر 80. مساحة الشنطة بتاعت العربية كبيرة، والعربية مساحتها من قدام كبيرة، في المساحة مش متبرمجة قوي ان مساحة العربية تبقى من جوه، ولكن المساحة برضك هنا عامل تجويف للكراسي عشان يبقى في مساحة. وعندي مساحة السقف على فكرة كويسة، يعني انا طول واحد 176، لا عندي مساحة للسقف ممكن واحد لحد في 180 182 السقف معايا يبقى كويس قوي. هنا طبعا عندك مسند طبعا كده، مخدع كبير برضك، والكاب فورتر برضك هنا زي ما انتم شايفين كده. العربيه فيها تكييف خلفي، والعربيه الاضاءه بتاعتها بالقعده ورا، القعده بتاعتها هاديه جدا زي ما انتم شايفين كده، القعده بتاعتها مرتاحه. طبعا الخامات كلها جلد، كل الخامات كلها. الشاشه دي طبعا في الموديلات القديمه العربيه دي كانت بتنزل بشاشه صغيره جدا، الشاشه بتاعت العربيه كانت صغيره، واللي هي من سنه 2003 لحد سنه 2006، ولكن هم دلوقتي في اعلى فئه كبروها. وزي ما انتم هنا ملاحظين حاطط لك هنا ارقام ان العربيه دي بتنزل بتليفون. وطبعا لو انتم ملاحظين هنا التكييف هنا تزون، التكييف بتاع العربيه هنا كل جنب ليه ناحيه لوحده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده شكل العدادات بتاعت العربيه مميزه جدا، وانا حاطط لك مثبت السرعه زي ما انتم شايفين هنا. طبعا زي ما انتم عارفين كل العربيات الالماني بتبقى فتحات النور بتاعتها هنا، وهنا طبعا فرامل رياضه الكهرباء ان هو هنا بيسيب لك الكونسوله هنا زي ما انتم شايفين كلها واسعه مفيش اي حاجه. طبعا الفتيس بتاع العربيه ده فتيس
7 جي. طبعا الفتيس ده طبعا نزل من اول موديلات بعد سنه 2006. طب الموديلات القديمه كانت بتنزل بألف فتيس، نزل بفتيس الخمس سرعات. طبعا زي ما انتم شايفين هنا برضو حاطط لك كذا مساحه تخزين كتير قوي في العربيه، والمساحه طبعا كويس قوي. حتى لو انتم ملاحظين حاجه لسه مكتشفه دلوقتي في العربيه، هنا على فكره متبطن، كل حاجه هنا متبطنه على فكره. زي ما انتم شايفين طبعا الاضاءه بفتحه السقف، فكل حاجه مخليه شكل العربيه مرتاح قوي. طب تيجي بينا بقى نشوف الموتور بتاع العربيه واقول لكم كل حاجه عن الموتور والفتيس بالظبط. موتور العربيه زي ما انتم شايفين كده موتور كبير قوي، والكابوت بتاعها بتلف على فوق، حاجه كويس قوي. نيجي لموتور العربيه دي كانت بموتورين وفتيسين. نبتدي بالاولاني اللي هو من سنه 2003 لسنه 2006. كان موتور برضك 1800 سي سي وكمبرسور برضك، ولكن كان بيطلع 163 حصان و240 نيوتن متر. الموتور اللي معانا ده النهارده اللي هو في الفيس ليفت، الموتور ده 184 حصان و250 نيوتن متر، ومتصل على فتيس 7 نقلات 7 جي ترونيك. طبعا الفتيس ده طبعا بيخلي استهلاك البنزين بتاع العربيه احسن من الموديلات القديمه. وزي ما انتم شايفين كده المؤخرات بتاع العربيه حوض واسع وحوض كبير قوي وحوض مرتاح. وطبعا زي ما انتم شايفين كده كل حاجه متغلفه وكل حاجه كويسه، وجهاز الاي بي اس هنا قدامك. ولو جينا على الفكره لقطع غيار العربيه دي والصيانات بتاعتها، على قد الركوبه دي قطع غيارها برضو كويسه على فكره. يعني الناس اللي هي بتقعد تقول قطع غيارها مبالغ فيها، لا اصل انت مش بتصين فيرنا ولا لانوس، انت راكب مرسيدس وانت عارف انت راكب ايه. طبعا لو انتم شايفين العربيه دي عربيه كويس قوي. طب العربيه دي تنفع مين وما تنفعش مين؟ اول حاجه تنفع الناس اللي هي بتحب فعلا مرسيدس، الناس اللي هي عاوزه ركوبه. ولكن في ناس تقول لك ايه، انا عاوز اركب مرسيدس وخلاص. لا، العربيه دي ليها على فكره ضريبه ولها كل حاجه. زي ما انت شايفين لها مميزات كتير قوي، برضك لها عيوب. انت العربيه مصاريفها برضك مش اللي هي اسهل حاجه. ودي كل حاجه عن المرسيدس الام تي. طبعا زي ما انتم شايفين كده عربيه جميله جدا، عربيه مميزه، شكلها جميل، عربيه تناسب ناس كتير قوي. وغالبا العربيه دي تناسب الناس اللي هي عربيتهم عاوزين عربيه للسفر. طبعا العربيه دي مش عربيه جوه مدينه، العربيه دي للسفر. ودي كل حاجه عن المرسيدس الام تي. ويا ريت بقى تعملوا لنا سبسكرايب للقناه، ان احنا قعدنا فتره كبيره قوي مش شغالين، وتشترك كده في القناه وتفعل الجرس عشان اشوفك المره الجايه ان شاء الله. واكتبوا لنا ايه العربيه الجايه اللي انت عاوزينها. كان معاكم محمد الديب من قناه ديب السيارات. السلام عليكم.